السلام عليكم مشاهدي الكرام. اليوم سأقدم لكم كيكة عادية، يعني ما لا تحتاج الكثير من المقادير. سأريكم، هي اقتصادية. سأريكم الآن طريقة التحضير. وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة لكي تتواصلوا بكل جديد وصفاتنا. ونترككم الآن مع المقادير وطريقة التحضير. لدي هنا 3 حبات من البيض، كوب من الزيت، كوب من الماء، وأيضا كوب من السكر، وكوب من عصير البرتقال اللي هو عصير. لدي نفس القياسات من الأكواب. لدي هنا حبتان من الخميرة، أي حبتان من البيكنج باودر، قليل من الملح، والدقيق على حسب الخليط. لدي هنا حبتان من التفاح من الحجم الصغير، وإن كان حجم كبير فقط تفاحة واحدة. حبة من أقصد التفاح المنزوع القشرة والمقطع رقائق صغيرة، التفاح من أجل التزيين. الآن سأبدأ. سأضع البيض أولا، فهذه الكيكة سهلة وبسيطة، ويمكنك استعمالها مرتين في الأسبوع أو 3. أضيف الآن البيض وأحركه قليلا بواسطة مضرب اليد. أضيف السكر أي سنيدة، ثم الزيت، فهي لا تحتاج من المقادير، وتقريبا كل المقادير. أضيف كوب من عصير البرتقال، وكوب من الماء. الماء بارد سيداتي. الآن سأضيف الدقيق، أضيف الدقيق تدريجيا حتى أحصل على النتيجة المطلوبة. أحركها جيدا. فأنا هنا لدي الدقيق منخل، يعني مغربلة الدقيق. كي لا يترك لي كويرات صغيرة. أنا تقريبا وضعت هنا كوبين من الدقيق. الآن سأخذ الصينية وأدهنها بالقليل من الزيت أو الزبدة، وأرشها بالقليل من الدقيق كي لا تلتصق الكيكة.
أنا أضفت 3 ملاعق من الدقيق، لم أصورهم، فقط أضفت 3 ملاعق. هذه هي النتيجة. الآن سأسكب الخليط في قالب الحلوى. أنا استعملت هذا القالب، فإن كان لا يوجد عندك أو لا تحبين تستطيعي استعمال أي قالب آخر. أنا أحرك الصينية، أحرك القالب قليلا من أجل أن تخرج جميع الفقاعات منه، هكذا بهذا الشكل. الآن سأزينها بشرائح التفاح المقطع. وبعد انتهائي من التزيين سأدخلها للفرن. هذا سيدتي هو شكلها بعد نضوجها، هذا هو شكلها النهائي. أتمنى أن تجربوها وتنال إعجابكم. هذا هو التفاح. الآن سأقطعها كي أريكم شكلها من الداخل. إنها رطبة وشكلها مثل الإسفنجة. أتمنى أن تعجبكم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب. وشكرا مرة ثانية على المشاهدة، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.